السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط ببنجديه في واحد القهوه. كنستضيفوا الاخ خالد فالي. هاد السميه عندك ديال خالد فالي بانت لي واقيلا بحال شي فرنساويه ولا طاليانيه. عندنا كاين جدي بواتويد الله يرحمه الله دوز تقريبا واحد 8 عام في فرنسا. عندي عمامي فرنساويين. اذا الكنيه جايبينها من الديار الفرنسيه. ربما كانت قبل ما مشينا، كان هو عار من اونسيان كومباطا في فرنسا. هاد السيد خالد فالي هو الاب ديال الاخت آية. كيف بقات في صحتها الاخت آية؟ الحمد لله، راها كتعاني شي شويه، ونتمنوا من الله الفرج عند الله عز وجل. نتمنوا من الله من هنا قدام تكون الامور بخير وبركه ان شاء الله. هذا الفيديو درتو خصيصا على ود كنسمع بزاف عليك في اليوتيوب بالنسبه للزروالي والاخت خديجه، والناس كيتكلموا عليك بزاف. انا ما عرفتش هذا الاهتمام كله. الاهتمام ما خصوش يكون عندي انا كأب. بعد الاهتمام خصو يكون يعطوه اللي الاهتمام يعطوه لينا، يعطوه لهذيك الدري اللي ضحيه. وكيف ما قلت لي تلقبتي بالقذف من عند الاخ الزروالي. ما كاينش شي نوع شي نعت قدحي على وجه الارض اللي ما قالوش فيه. وقلت لي الان وبالضبط اليوم قدمتوا شكايه ضده. انتم من قدمت شكايه للوكيل من ضمن بعض الناس اللي في اصطدام معاه، منهم السي زين الدين، منهم بريطال. حنا ثلاثه الناس اللي حاليا هنا في المغرب. بعد انا كان واش كل واحد قدم شكايه ديالو ولا جمعتوا كلكم شكايه؟ قدم شكايه ديالو بوحدو، لان كل واحد باش متهوم. وانت الشكايه ديالك باش قدمتيها شنو التهمه ديالك؟ انا قدمت بالشكايه، قدمتها على اساس النصب والاحتيال والشتم. النصب والاحتيال كتكلم عليه، ولكن هو كاين في واحد الفيديو اللي اعطاك 4 المليون ونص ولا 5 المليون كيف ما كيقول هو، ودابا كتقول لي النصب والاحتيال. كيفاش؟ واش هو تنصب عليك خداها لك ولا عطاها لك ولا شنو؟ هو ما عطا والو، راه العطي الله. هذيك المسائل ديال الناس ديال الله يخلف على الجاليه المغربيه. نعم، هي اللي كتكون سيده المبادره في هذا الاشكال هذا. الله يخلف عليهم الناس كلهم، الله يجازيهم بخير. على حسب ما وصلني انا حاليا، على حسب ملي كان هذا الاشكال وصلوني بعض الحوايج على اساس انه خدا من عند خدا اعانات ماديه من بعض الناس من الجاليه المغربيه في الديار الفرنسيه، يعني تقريبا ما يوازن تقريبا 25,000 ديال الاورو. هذا اللي سمعت. موضوع خرج جبتي واحد هذه اللي خداها هو خداها باش يجيبها لك على آية. انا خداها واللي وصل آية هو 4.5 الحالي اللي وصلها 4 مليون ونص اللي كاينه. وهذه السيده هي شي سيده فرنسيه وفاعله جمعويه، راه معروفه، ماشي غنكذب عليها، راه هي خرجت هي راسها كتقول هذه المسائل. ولا كانت غتسمع هذا الفيديو راه هي غترد عليا بنكون كذاب ولا غنكون على صواب. مع السيده اعترفت راسها انا على اساس عمرات واحد الشاكل ما يوال 25,000 درهم ديال 25,000 ديال الاورو. انا توصلت خداها الزروالي، هو اللي خداها من عندها، توصل بها الزروالي. اللي كتقول لها فم ما قالتش لي انا، قالت القناه ما يعرف سميتو عليه، القناه ديال محمد الوجدي المعروفه بمولاي السلطان. هذا هو اللي كان بث. امتى كانت هاد التقديم ديال الفلوس؟ تقريبا شحال ديال الوقت تقريبا ما عنديش التاريخ بالضبط، ما عنديش. وامتى سمعتي لها انت الخبر؟ انا مؤخرا سمعت على السيده ديزا. مؤخرا امتى؟ تقريبا واحد 3 جوغ دابا سمعتها. وملي سمعتها عيطتي للزروالي قلتي لي راه توصلتي واحد الفلوس؟ لا، ما كاينش شي كونتاكت دابا حاليا ما بينه وبين نقول لها توصلت ولا ما توصلتش. هو كاين في هذه المسائل كلها، كاين هنا فيها هو نفى كل شيء، كاع حتى حاجه ما كاينه في الصالح ديالو. هو مازال باقي كيتضارب هذيك المسائل ديالو، باقي هو ما بغاش. وقدمتي شكايه ضده. شنو فيها؟ شنو القذف اللي قربتي لي منه؟ شتمني، شوهني كفرد كرب عائله، شوه عائلتي بواحد الطريقه غير مباشره. ملي ولا يهضر علينا انا بواحد على ما كنعرفوا حنا خاصها تكون هديه ولا تكون هاد المسائل ديال الفلوس اللي خاصها تعطى للبنت ما خاصهاش تكون تعرف، خاصها تكون زعما ستره. كيفاش اللي وليتوا نتوما بالفضيحه وليتوا انا ما كنتش كنطلب كاع من المسائل الماديه، راه عمري طلبتها. راه رجعوا الناس الراعي العام طلب منه يرجع من الفيديوهات اللي كانوا قدام. راه هو الفيديو اللي درته مع سلطانه، ولكن هو على واحد الفيديو على ما سمعت انا قال لك اعطاك 4 المليون ونص ولا 5 المليون كيف ما كيقول هو، 4 المليون كيف ونص كيف ما كتقول انت. قال لك عطاها لك باش تداوى بها آية، مشيتي خديتي بها طوموبيل. راه من اول المسائل راه هو كان على اطلاع، كانت المساله راه ملم بها هو الاول، بعد مارس عليه حال كان معايا وطراه مشكل قدامه. وهذا الاشكال ديال انا غنشري السياره كانت في علم ديالو هو الاول. اول ما كان يطرقني طرقت انا على اساس انا هنا فين كنعاني مع الدري. انا الدري كاين مشكل ديال البداله، بغيت كنخرج على برا ما كنلقاش طاكسي حمار او طاكسي اللي غيجي.
انا ما كاين مشكل، كنلقى مشكل انا باش غنديبلاصي عام السياره باش نتبرع بها انا كانسان، لا كاينش علاقه بالبنت. يعني هي داخله من صالح البنت. صالح الدري 100%، ماشي نعطيه 100%. وراه اللي يكذب كل شيء قدامه. ما جاتكش شي منحه من غيره هو؟ لا لحد الساعه ما عنديش، باش نكون واضح انا والراي العام، راه ما كاينش شي واحد اللي ما عنده ولو فرانك. كاين جوج الناس باش نكون على لا هضرت. كاين واحد السيده فاتحه ديال هولندا راه كنشد لها بالنزاهه ديالها، هذيك السيده عطاتني 50 اورو عمله اجنبيه، عمل مبالغ 10000 ريال مغربيه. والسي زوالي فاش جا المره الاول مره عطاني 5000 درهم على 4 المليون اللي عطاني في الاخر كيقول لي 5 مليون قدام الكاميرا 4 المليون هذه. ولكن انت قدام الكاميرا قلتي 5 مليون. انا قلتها. وكيفاش كتناقض؟ قلتي 5 المليون دابا كتقول 4 المليون. انا قلت لي كانت هو هذاك من ضمن الشروط اللي كان شرط لي في الاول، خصني نقول 5، ماشي قلت 5 على هكا. قال لي غنمشي لفرنسا ونصيفط لك الباقي. قال لك دابا غتاخذ 4 المليون وقول 5 المليون حيت غادي نصيفط لك مليون. استاذ ملي مشى مع صيفطها لك. كتبقى لي 5000 درهم باش تكمل. قال لي غنمشي نرجع للديار الفرنسيه نصيفط لك 5000 درهم ديالك. انا ما بقيتش سولت. زعما ما كاينش مساعده من الاطباء هنا ديال المغرب؟ عيط لك شي حد؟ إن بعدا اولا استاذ شنو هذا السندروم راه هو قليل في البلاد. انا ما كاين دوك الحالات معدودين على رؤوس الاصابع، ما كاينش شي حالات بزاف. ومازال مع كامل اعتذاري بعض الاطباء مازال باقي ما عندناش حنا زعما شي بحث طبي بهذا المسائل، ما عندناش شي هذا السندروم هذا لحد الساعه مازال باقي محدود. باقي ما عندناش السونتر باش في هذه الحالات، باقي من بعض الاطباء اللي حد الساعه مع كامل اعتذاري اليوم باقي ما كيعرفوش كاع المرض. ماشي كيعرفوش، تكون عليه واحد النبذه ولكن ما عرفوش من كيجي ولا ما عندوش شي بحث عليه. انا حاليا كاين على الاطباء ديال هذه الامراض الجينيه قلال اللي بالنسبه للبلاد عندنا معروفين. كيفاش تعرفت الاخت ايه باش بدا كيعرفها كيف ما قلنا الزروالي والاخت خديجه واللي تكلموا عليها؟ كيفاش تنشرت في الساحه؟ باش غتعرف ايه كانت دارت سلطانه، الله يجزي الناس ديال سلطانه القناه الاجتماعيه ديال سلطانه، كانت دارت واحد الفيديو معاها. هذاك الفيديو خدا واحد والسلطانه براسها كيفاش عرفت؟ انا اللي اتصلت بهم. انا ماشي انا اتصلت بهم، غنعاود نرجع ونقول شكون اللي اتصل، اللي كان السبب في الاتصال ما بيني وما بين سلطانه هي الفنانه رجوه ديال اللي كانت الكاميرا كارتي ديال الدوزيام، هي اللي كانت الوسيط ما بيني وما بين سلطان. داكور. ودابا الحاله ديال ايوا الحاله ديال ايه راه بقى الحاله بقى زاكيه بلاصتها. ومن هذا المنبر هذا كان من ديال المنبر هذا كنشكر بعد الدكتور التازي كريم التازي اللي كان في الرباط. كنشكر الدكتور ابو فارس الله يجازيه بخير اللي عطاوني واحد الخدمه جليله قدموا لها الدريه بكل صراحه، باش ما نكونش في هاد الناس قدموا لي واحد الخدمه جليله. الطاقم الطبي ديالو كله ولله الحمد. انا كانت دوزت واحد شهرين ونص دوزتها في مصحه حسان بالرباط، انا كانت عطات الاكل ديالها ولكن ما طولش. انا بالنسبه لهذا السندروم كيبغي واحد المواكبه طبيه دائمه ما يكونش في انقطاعات. صح. ودابا شنو كتطلب الطلب ديالك؟ انا الطلب ديالي الوحيد اللي كما خرجت في الاول انا باقي مرصع باقي زاكي عليه، اللي كنقلب عليه ما كنقلبش على الدعم المادي، ما كنقلبش على الدعم المادي. اللي يهمني كاع اكثر هو الدعم ديال الاطباء، هو اللي كنقلب عليه اكثر. انا كنقلب على الحاله الصحيه ديال الدريه. الشفاء البنت ان شاء الله. لا كنبغي بنتي تشافى، بغيت تكون تلعب تعيش حياتها ككافه الاطفال، تمارس طفولتها كطفله. لحد ساعه الدريه كتولي محرومه من كل شيء، محرومه من حياتها كطفله ما كتعيشهاش. بزاف ديال الامور محرومه منهم، بزاف ديال الحوايج اللي كطفله ما كتعيشوش هي. انا حاليا دابا بحال المعتقره مسدود عليها في الدار. انا ملي غتخرج الزنقه راه كاين بعض النحوس القضحيه، كاين بزاف ديال المسائل كتعرض للاهانات ولو بالنظره الانسانيه راه عندك كتحس راه هي كعارفه راسها انها راه مريضه، كتحس بشي حوايج الداخل. انا حتى بالنسبه لبعض المسائل اللي خصها تكون عندها بالنسبه للبسيكولوج راه ما عندهاش، بالنسبه للطب الباطني ما عندهاش، بزاف ديال الامور هي ما عندهاش حل، ما موفراش لها، ما كايناش عندها. ولا قارنا آية مع ناس اخرين اللي هما خارج الترف الوطني تلقى فرق كبير ما بينهم ما بين آية وما بين ناس اخرين. انا كنعرف ناس بزاف ماشي واحد ماشي جوج اللي هما نفس الحاله ديال بنتي ونفس المرض اللي عند بنتي وفي درجات اكثر من بنتي، وكتلقى مولي الحمد سبحان الله بخير وعلى خير. حصادينهم بعض الجمعيات اللي هما تما بحال الجمعيه ديال تولوز احتضناهم. حتى دابا حاليا كاين في المغرب تكونت واحد الجمعيه ديال الفرادوي الله يجازيهم بخير، ولكن هذه الجمعيه ديال الفرادوي مازال في طور التنميه، مازال باقي ما عندهاش زعما شي حاجه باش تفيد بها. دابا اش تبغي تقول للزروالي في هذا من هذا المنبر؟ اشنو تبغي تقول لهم؟ كنقول زروالي كمغربي
الحشومه باش تهين المغربي بحال هذه الطريقه عيب عليه وحرام من جهه الله. هو كيتظاهر بانه كيقوم بالفجر وراه عيب ضربوا اعراض الناس بهذيك الطريقه. الحشومه من جهه الله عيب عليه، عيب عليه. على الاقل ما رحمنيش رحم على ديك الدريه على الاقل، وما يظاهرش بانه راه انسان ملتزم. لا راه حشومه يهضر بهذه المسائل اللي يهضر بها. غتبقى مصمم على الدعوه ديالك ولا؟ انا باقي مرسخ الدعوه ديالي. قال لك الله عز وجل حرم الظلم على راسه، وما بالك عبد بحالي بحاله غيظلمني. الله يعقل راه تمادى في الظلم ديال ما بقاش على حدو هنا. انا حتى بعض المسائل اللي هي سائله كاع اكثر، ماشي اساءه لي انا كمغربي، اساءه المغاربه كلهم. ايوا ما عندنا ما نقولوا الان. الكلمه الاخيره والاولى كتبقى لك انت. كان زروالي في الاول صديق وكاخ وكان شي واحد غادي تعاون، وفي هذه الحاله من اللي ولا فيها الشتم والقذف كيف ما قلتي. لا نعطي كافه النعوت. راه الراي العام راه كله في راسو، كافه النعوت اللي حد الساعه باقي كتعاير بهم دابا حاليا. راه ندخلوا للتعليقات وليت بالنصاب بالمحتال، وليت بالشمكار حشيشي سكيري، هاد النعوت كلها جات بهم. وهاد الناس راه حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما غيهمنيش غيقولوا الناس، انا اللي كيهمني ها المساله اللي كتهمني. اهم حاجه عندي باش نكون واضح معاهم، اهم حاجه عندي هو الحاله الصحيه ديال الدكتور. هذا هو الفين اللي بغيت ما كيهمنيش. انا مستعد كما تحمل شي حوايج اخرين كنتحمل هذا القذف واش ما عنديش مشكل، ولكن ولكن بالنسبه لهذا الراجل اللي كيتضارب بالخير راه ما غنسامحش ليه حتى لو قدام الله، ولو كاع القضاء حتى لو قدام الله والله ما نسمح ليه بالله. خذ مني اليقين، انا كنقول انا في الدنيا قدام الله والله ما نسمح ليه. كنكون عند ربكم تختصموا. الان كنسدوا هذا الملف هذا والراي الجمهور.